راجعين من جديد مشاهدينا الكرام، وأحمل لكم اليوم تفاصيل واحد من الشباب المبدع، عمره صغير. كم عمرك يا محمد؟ 20. ما شاء الله تبارك الله. أصغر مخترع في اليمن أو مبتكر. أيوة نعم. الله يبارك لك يا أخي. من أي محافظة أنت يا محمد؟ من مواليد صنعاء. الله يحفظكم يا أخي. قرب المايك لو تكرمتوا. وعرف بضيفي العزيز الغالي اليوم مشاهدينا الكرام، وهو المصنع والمبتكر العقاري دايركت، محمد العقاري، الذي استطاع أن يقوم باختزال كثير من التفاصيل في كثير من القضايا، من ضمنها أنه طاقة عبر الشمس وعبر الرياح وخلال الليل يمكن أن يولد بها طاقة كهربائية. ابتكر سخان وكاوية وسشوار ومكرسة كهربائية وإنفرتر، وابتكر جهاز للطبخ بالهواء الساخن والفرن الكهربائي وإنفرتر مدمج بطاقتي الشمس والرياح والكهرباء. مبتكر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو مشروع العقاري دايركت. فاز بالجائزة الأولى من الدولة في مجال الابتكار. اخترع جهاز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بدون بطارية. حدثنا يا محمد عن أهم ما في هذه التفاصيل كلها. أهم جهاز ما هو؟ هذا هو انفرتر العقاري دايركت الذي أسميته بمشروع العقاري دايركت. افتح المايك يا محمد بالله. ما المايك ساكت اليوم؟ بس الآن جاهز مفتوح. جاهز. يلا. هو انفرتر لإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية ومن التوربينات الهوائية. نعم. عبر طاقة الشمس وعبر طاقة الرياح، لتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي في المنزل أو في المصنع أو في الشركة. ما شاء الله، حتى المصانع. نعم، مهما كانت قدرتها سنج الفاز، مثل السخان الكهربائي حق الماء، والشولة الكهربائية، والمكنسة الكهربائية، والدينامو حق الماء، والثلاجة والغسالة وما إلى ذلك. ما شاء الله تبارك الله. تشغل جميع الأغراض. نعم. ومنها تستطيع طبخ وجبة الإفطار والغداء وكذلك العشاء عبر التوربينات الهوائية عبر الشولة الكهربائية، ومنها تستغني عن اسطوانة الغاز يعني بشكل كامل، وتوفر يعني من فاتورة الكهرباء التي تطلع مبالغ كبيرة عندما تشغل عليها أحمال ثقيلة عبر فواتير الكهرباء. نعم. طيب يا محمد، القائل يقول انه ابتكرت سخان وكاوية وسشوار ومكنسة كهربائية، هذه كلها موجودة في السوق، لكن ما يميزك أنت. قدرتك الكهربائية أقل بكثير جدا. نعم. يعني كم وات مثلا؟ مميزات هذا المشروع هو لتشغيل السخان الكهربائي، هو المشروع الانفرتر الذي ابتكرته. العقاري ده. أيوة العقاري. هو يقوم بتشغيل هذه الأغراض. كلها. نعم، التي في السوق اللي ما يقدر يشغلوها على الكهرباء. أيوة. حق الدولة، يعني بتكون عليهم الفاتورة مبلغ كبير جدا. كبيرة. وإذا شغلها على البطارية، فالبطارية بتتلف يعني بشكل كبير. أيوة. بتتلف يعني في أسرع وقت ممكن. نعم. وتشغل يعني جميع الأغراض مهما كانت، في الغطاسة اللي هي سنج الفاز حق الآبار، وجميع أغراض البيت مهما كانت قدرتها، سواء كانت كبيرة أو خفيفة. طيب، استقبال الطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية بدون بطارية كيف عملتها؟ عبر الجهاز. نعم، عبر الجهاز هذا الانفرتر الذي تم تصنيعه يستقبل الألواح الشمسية، طاقة الألواح الشمسية، ويحولها لك إلى كهرباء 220 فولت اي سي، ومن خلالها تقدر يعني تستطيع تشغل أي غرض مهما كان يعني. وفي الليل من التوربينات الهوائية. طيب، التوربينات الهوائية ما قبش عندنا توربينات قادر أنت؟ التوربينات الهوائية هو مش متوفرة في الأسواق. أيوة. يعني كالألواح الشمسية، وإن توفرت بيكون سعرها مرتفع جدا. تقدر توفرها أنت؟ يعني يحتاج، نعم، نقدر يعني نصنعها، لكن يحتاج لها إمكانيات كبيرة جدا، وتوريد بعض المواد الخام من الخارج. نعم. طيب أخي الكريم، قلت بأنه الطاقة الكهربائية حتى ولو كانت الشمس غيوم أو كان في الليل، يعني هذا الجهاز نفسه هو الذي يستطيع توفير هذه الطاقة. نعم بالضبط. نعم. يعني حتى يولد قدرة كهربائية عالية ذات مستوى جودة من خلال حتى لو كانت السماء مغيمة أو في أيام الأمطار. نعم، يعني يعطيك يعني نسبة أعلى من هذا، لكن في الأول والأخير المصدر هو من الشمس. يعني من الشمس. أيوة. نعم. يعني من حرارة الشمس، حتى لو أشعة الشمس لو لم تكن مشرقة مثلا. نعم. أيوة. طيب يا أخي الكريم، أين يتم تصنيع الجهاز؟ صنعته فين في البيت؟ صنعته نعم في المنزل. نعم. وأسميته العقاري دايركت. وقد يعني الحمد والشكر لله بفضل الله قد تم بيع منه إلى محافظة صعدة ومحافظة عمراء
وفي صنعاء وفي ذمار. وكذلك أتاني عملاء بعد ما سويت في شاهدوا حلقات المسابقة الوطنية أيوة. لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم الرابع. أتاني عملاء من سلطنة عمان، وبفضل الله وعونه تم التصدير إليهم 20 من هذا المنتج. ما شاء الله 20. نعم. طيب أستطيع بهذا المنتج أنه أطلع مياه من باطن الأرض؟ نعم من الآبر. نعم. كم قدرته؟ به يختلف حسب الحجم. حسب الطلب. به 1500 وات 2100 وات على حسب نعم الحجم. يوفر عليك انه بدل ما اشتري بطاريه والبطاريه تتلف خلال 3 اشهر، لانه اغلب البطاريات في السوق مضروبه. نعم. تاريخ صلاحيتها منتهي، وبالتالي يبيعوها للناس ويخسروا الناس ويتعبوا الناس. قد احنا مرضى من الكهرباء. نعم. ومن ما سببت لنا الكهرباء من مأساة. وكذلك كل 10 ايام فاتوره، قد احنا تاعبين. نعم. وكذلك من مولدات الديزل، يوفر لك الديزل وصيانة المولدات. نعم. طيب الآن لديك القدرة الصناعية لهذا المنتج. أيوة. بأي كمية يطلبها أي شخص تريد توفره؟ أيوة. نعم. كم يختلف سعره من قدرة إلى قدرة؟ من قدرة إلى قدرة. نعم يختلف سعره. قدرته هو يتوفر قدرة 2 كيلووات و5 كيلووات و8 كيلووات و10 كيلووات وأكثر من ذلك، تصنيع حسب الطلب. ما فوق 10 كيلووات تصنيع على حسب طلب ما شاء الله تبارك الله. نعم. كم يستغرق منك الجهاز، صناعة الجهاز؟ الحجم 2 كيلووات يومين، وال5 كيلووات يستغرق إلى 4 أيام. من ما تصنعه يا محمد؟ مواد خام محلية. نعم تشتريها. يعني ما فيش ولا قطعة مستوردة خالص، كلها محلية؟ كلها محلية. نعم. كلها محلية متوفرة في سوق المواد. نعم. طيب يا محمد، بعمر 20 سنة واستطعت أن تنجز هذه التفاصيل كلها؟ وطبعا أنا في هذا المشروع من يعني أنا لدي خبرة في الإلكترونيات والكهربائيات من عام 2010 بمساندة الوالد. وأنت من مواليد 2002؟ أنا مواليد 2002. نعم. 2002 يعني عمرك الآن 21 سنة إلا تقريبا. نعم. الوالد ما بيشتغل بمجال الهندسة؟ في مجال أيوه الإلكترونيات. نعم. لكن اسمه ما عرفش ولا تم تداوله مثلك؟ نعم، لأني شاركت في الموسم الرابع ومن هناك. الله ما شاء الله. أنت دحين تدرس في ميولك ما هو هندسي كذا؟ أنا ميكاترونكس. دحين تدرس الكترونيكس. نعم. ما شاء الله تبارك الله. الجهاز اللي هو 5 كيلو كم سعره مثلا؟ سعره في السوق هو بما منتج صيني، سعره في السوق اللي بما يسمى الهيبريد اللي يتبعه بطاريات. أيوة. وما إلى ذلك. سعره في السوق من $600 ما يعادل 340 ألف تقريبا. أنا يعني بيع تجاري من 300 ألف ريال يمني. ما شاء الله. يعني ضمان عليه يعني 3 أعوام من أي خلل مصنعي. 3 أعوام. نعم. ما شاء الله. إذن شاب مبتكر يولد الكهرباء بطرق مختلفة. الكهرباء بتتعبنا دائما ومتطلباتها كثيرة، سواء في الطاقة الشمسية أو في غيرها. يعني الآن بيع مباشر، تقدمت لك طلبات كثيرة بيع مباشر. نعم. ما شاء الله تبارك الله. والتصنيع في البيت؟ ورشة صغير يعني؟ نعم في البيت. نعم. يعني مكان خاص للتصنيع. طيب عشي معك رؤية للمستقبل خلال الأيام القادمة، مثلا أنك تطور حاجة مثلا كده في راسك ممكن نقراها عنك الآن؟ يعني من ناحية في المستقبل ماذا لديك في المستقبل؟ أنا تم التواصل معي من بعض المستثمرين، والآن بنتناقش حول تصنيع خط الإنتاج على أساس تعمل مصنع كبير ينتج. لدينا عملاء في 22 محافظة، في برج أمل للتأمين اللي أنت عرفتها الأخ محمد النعامي. عن طريقه خطة تسويقية وترويجية للمشروع، دراسة جدوى، والآن شغالين عليها، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة ننزل هذا المنتج في السوق يعني كمنتج. طيب أنا أشد على يديك يا أخ محمد، وأطلب من الدولة بأن تهتم بمثل هذه المجالات وأن تدعمكم في هذا الجانب، على اعتبار أنكم فزتم بالمركز الأول على مستوى المبدعين في اليمن، وحصلتم على جائزة كبرى هي سيارة بالإضافة إلى مبلغ مالي. وأتمنى بأن تأخذ الدولة بأيديكم وأن تروا النور قريبا، وأن مش تتبناك يعني كمبدع، تتبناك كفكرة تصنيع. تصنع هذا المنتج وتتولاه الدولة وتدعمك بحيث أنه يستطيع المواطن أن يحصل على المنتج بسعر أقل. بسعر أقل. توفر المواد الخام كذلك والإمكانيات حق التصنيع لكي يقل تكلفة الانفرتر ويكون في متناول جميع المواطنين. أنا حبيت اليوم أمتن لك يا أخي الكريم، إحنا شفناك في مسابقة الابتكار وقدموك للناس، وكان أدائك جميل ورائع، وما قمت به كبير جدا. السخان اللي يعني هذه وهذه وكل التفاصيل كثيرة جدا. أيوة أرسلت لي كل المواد. أيوة، وإحنا استعرضنا منها جانب مهم في حلقتنا، وأتمنى لك كل الخير يا أخي محمد، وشرفتني يا أخي العزيز، وإن شاء الله أنت حضورك طيب، وإحنا بنفرح بكل المبدعين
سواء داخل البلد أو خارج البلد. وإحنا عم نتبناكم ونصور معكم ونجلس معكم ونقدم فكرتكم للناس على أكمل وجه. إن شاء الله. الله يحفظك. ما هي أمنيتك يا محمد؟ أمنيتي في المستقبل إن شاء الله أن يتوفر هذا المنتج في السوق، وأن يكون يعني متوفر يعني في داخل وخارج اليمن. قد تم، نسيت ما أذكر لك نقطة، واصلوا معي لتصدير هذا المشروع من دولة قطر، من سلطنة عمان، من سوريا والعراق كذلك. ممتاز ممتاز. أتمنى لك كل الخير يا أخ محمد، وشرفتنا يا أخي الكريم. وهذه نماذج من هذا الجهاز اللي قمت بأدائه هذا الجهاز. أيوة، على الهواء مشاهدينا الكرام، وبإمكانكم الدخول على موقع قناة اليمن لتعرفوا كثير من التفاصيل عن خطة الأخ محمد المستقبلية، محمد العقاري. أنتم من عقار يا محمد؟ من عقار الأصل؟ جالسين في صنعاء. أيوة، ينتمي إلى محافظة عمران البديعة. أتمنى لك كل خير. خلاص، أتمنى لك التوفيق يا أخ محمد. بارك الله، نشوفك على خير إن شاء الله. تصبح على خير يا غالي. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا محمد، استودعك الله.